المغربية أسطورة بغلة القبور أو البغلة السرسارة. الأسطورة المغربية اللي نوضت الرعب في قلوب المغاربة في الزمن الماضي. لحد الآن باقي شي مناطق كيآمنوا بها. شكون هي هاد البغلة أو بغلة القبور، وكيفاش تحولات المرأة عادية وزوينة لهاد المخلوق المرعب، وفين كتكون بالضبط، وشنو غادي يوقع ليك إلا تلاقيتي معها؟ قبل ما نبداو، الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال المحتوى ما تنساو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم اي قصه نتوما الاولين، وحطوا لايك للمقطع ويلا نبداو. كتبدا القصه ديالنا لواحد المراه مغربيه. بعض الناس كيقولوا انها كانت امازيغيه سموها نزهه. نزهه كانت مراه عندها جمال امازيغي وكانت زوينه بزاف. تزوجات بواحد الراجل كان كيعيش في نفس المنطقه اللي عايشه فيها. حياتهم كانت عاديه حتى جا واحد النهار وجا نزهه الخبر باللي راجلها مات. هو كان خدام عسكري، مات وهو كيحارب. وكما متداول في المغرب، ملي كيموت راجل المراه كتلبس عليه البيض وما كتخرجش من الدار نهائيا. هاد الأسطورة كتقول أن نزهة كسرت هاد القواعد وهاد العادات كلها ودارت بزاف ديال المعاصي، وحيت ما لبستش البيض نزلت عليها اللعنة حولاتها البغلة ونصف ديال المرأة. ولكن كانت كبيرة بزاف في الحجم والمنظر ديالها كيخلع بزاف. اللي كان كيميزها هو الصوت ديال السلاسل اللي كيتسمع فاش كتكون جايه. كانت كتجرهم من وراها، فلا سمعتوا الصوت ديال السلاسل في الليل عرفوها باللي هي من وراكم. هادشي اللي كان متداول شحال هادي. بغلة القبور كانت كتبان غير في الليل، حيت في النهار كتكون ناعسه. البلاصه اللي كتكون فيها هي المقبره. في الليل كانوا رجال كيخافوا يخرجوا. علاش؟ حيت بغلة القبور كانت كتستهدف غير رجال، وبالاخص رجال اللي كانوا كيتعداو على عيالاتهم، كيضربوهم او كيحقوا عليهم. كيف كيقولوا كتحطهم فوق ظهرها وكتمشي بهم حتى المقبره وكتدفنهم وهم حيين. اما بالنسبه للعيالات فمستحيل تقيسهم. وهادشي كيزيد للعيالات شويه ديال الثقه، ما كانوش كيخافوا يخرجوا بالليل، عكس الرجال اللي كانوا كيخافوا منها. ديك الساعه الرجال ضربوا عيالاتهم كيديروا عليهم بسير الله يلاقيك ببغلة القبور. هاد المعيوره بطبيعه الحال حتى لدابا كتقال في بعض المناطق، كاين غير اللي كيقولها وما عارفش المعنى ديالها. هاد الاسطوره بقات غدا وكتشهر، وما بقاتش في منطقه واحده، ولات في جميع انحاء المغرب. فالناس شحال هادي كانوا كيتجمعوا في الاسواق الشعبيه، قبيله كتلاقى مع قبيله، شي كيعاود لشي، فولات منوضه فيهم الرعب. كيكونوا ناعسين كيسمعوا الصوت ديال السلاسل على برا، كينوضوا رجال وكيسدوا البيبان مزيان. ديك الساعه ما بقاش الراجل كيضرب مرتو. ودازوا اعوام وكل مره كتبان هاد البغله فشي منطقه، وعرفوا هاد البغله ولات كتجسد على هيئه ديال المراه عاديه، كتجي تدق على عائله وكتطلب الماء ولا الخبز. وحيت المغاربه بطبيعه الحال مضيافين كيدخلوها عندهم، كيضيفوها واي حاجه عندهم كيحطوها ليها. بغله القبور كتكون ظريفه بزاف وكتدخل لهم لخاطرهم، فكيشدوها تبات ديك الليله. وفاش كينعس كلشي كترجع للهيئه ديالها المرعبه، وكتختار راجل واحد من ديك العائله وكتحطو فوق ظهرها وكتمشي تجري بيه للمقبره باش تدفنوه هو حي. الناس من بعد خافوا، ما بقاوش كيستقبلوا الناس اللي كيجيو يدقوا على بابهم، والرجال ما بقاوش كيجيو جهه القبور. واحد النهار واحد القافله ديال الرحل كانوا كيقلبوا على شي منطقه يجلسوا فيها. هاد الرحل كتكون مجموعه من العائلات كيدوروا من بلاصه لبلاصه، كيخيموا، كيكونوا تابعين غير الماء. ففي واحد النهار هاد الرحل غيكونوا كيدوروا ويقلبوا على فين يخيموا. لقاو واحد المنطقه كانت حدا واحد الغابه، وسطها كانت واحد المقبره مهجوره، ولكن هما كاع ما شافوها. غادي يطلقوا المعاز ديالهم تسرح حتى غادي يجي الليل. غادي ينعسوا، كان كلشي طبيعي، نعسوا حتى للصباح. فاش فاقوا الصباح لقاو كاع الرجال اختفاو. تصدموا، ما فهموا والو العيالات، بقاو كيقلبوا حتى لقاو فحال الشكل ديال القبوره غيكونوا مدفونين تماك. فاش دخلوا للغابه لقاو المقبره، عرفوا باللي البغله السرساره هي السبب. صفاتها الرجال كاملين، ولكن العيالات ما قاصت حتى شي وحده فيهم. والعيالات فاش كانوا ناعسين ما سمعوا لا صوت لا غوت لا حتى شي حاجه. واحد العائله اخرى كانت كتقول واحد الليله بغاو شي حاجه من برا، صيفطوا راجل من العائله يتسخر لهم. الراجل خرج في الليل ومشى لواحد الحانوت كان في القبيله اللي في الجهه الاخرى،
وهو غادي في الطريق غيبدا يسمع الصوت ديال 4 ديال الرجلين تابعينه من اللور، بحال شي خيل كيجري من وراه. هو سمع غير الصوت حيت كان الليل والظلام. هو ما خافش، كمل طريقه وداك الصوت غادي وكيقرب ليه. هو خاف لداك العود اللي جا من وراه يدير ليه شي حاجه، فقرر يتخبى ورا واحد السيتيرنه ديال الماء. تماك بقى كيتسنى يدوز داك الخيل ويكمل طريقه. بقى كيتسنى والو، العود ما بغاش يدوز. حتى شويه غيسمع صوت ديال السلاسل. مع سمع الصوت عرفها بغلة القبور، تصدم وبقى في بلاصتو حتى تاكد باللي الصوت مشى. هو ينوض بقى كيجري حتى وصل للدار. كون ما تخباش كان غيكون ميت ومدفون دابا. واحد الراجل اخر حتى هو تقريبا نفس القصه، كان غادي شي بلاصه في الليل، حتى شويه بدا كيسمع الصوت ديال السلاسل. فاش دار لقاها بغلة القبور، مشى كيجري طلع فوق واحد الشجره كانت تماك. بقى كيشوف فيها وهي كتقلب عليه، ومعاود دار الفجر وهي تختفي. والراجل تسنى حتى نزلت الشمس عاد هبط من الشجره. كون ما سمع صوتها كان غيكون مدفون حي. وهنا كيكون سلال القصه ديالنا. وفي الاخير هادشي غير مجرد اسطوره كانوا كيخلعوا بها العيالات حيت كيعصاو الله، وكيخلعوا الرجال باش ما يبقاوش يضربوا عيالاتهم ويتعداو عليهم. هادشي غير مجرد اساطير بطبيعه الحال ليس لها اساس من الصحه. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا. لا عجبكم كتبوها ليا في التعاليق باش نبقى ندوي على الاساطير المغربيه. نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.